السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. في فيديو النهارده هشارك معاكم روتيني في لم المتراكم انجازات كتير يا جماعه، ونلم المنهج قبل امتحان الشهر وزنقه الكلاب كده زي ما بنقول. تفاصيل كتير قوي، فتابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان يعني كلنا نستفيد والناس كلها تستفاد. ودلوقتي يلا نبدا. اول حاجه عملتها اني يعني صحيت الساعه 6 ورحت صليت صلاه الفجر. مهمه أوي يا جماعه تصلوا صلاه الفجر في ميعادها بالذات. ويا جماعه بجد الحمد لله انا خلاص خلصت صلاه بجد يا جماعه. كميه هدوء وراحه يعني بعد الصلاه بجد، يعني الجو ساعتها كان تحفه. الورد اليومي هتستغربوا انت ازاي بتقراي الصبح، ما بياخدش يا جماعه معايا 10 دقايق ربع ساعه. انا مش بقرا اول ما صفحتين او 3 صفح، ما بياخدوش معايا 10 دقايق خالص وكده. يعني حتى لو صفحه واحده المهم تقراوا اي حاجه. فتمام، انا كنت هنا بقرا في سوره ياسين. وبعد كده يا جماعة بقى انتقلنا لأذكار الصباح. مهم أوي برضو تقرأوهم، مش هياخدوكم وقت. ممكن تقرأوهم وانتوا في العربية وانتوا بتفطروا من الموبايل أو من كتاب مثلا زي كده. المهم ان انتوا تقرأوهم يوميا. انتوا بتقرأوهم بعد صلاة الفجر. بعد كده عملت بقى سكين كير يا جماعة. استخدمت العصير ده من تترا هيدرو. طلعت قبل كده معايا فيديوهين تقريبا. عجبني، حاساه حلو، وان شاء الله لما اخلصه بقى هعمل لكم عنه يعني ريفيو، اشوف هل هو فعلا يستاهل السعر ولا لأ، ولا هو وحش ولا يعني ايه. يعني كل التفاصيل عامة عنه هتبقى في الفيديو الريفيو ان شاء الله. لو عايزين اكتبوا لي في الكومنتات تحت. هو زي ما قلت لكم هنا 200 مللي، وفيه ساليسيليك اسيد، في جلايكوليك اسيد برضو، فانا حاسه ان هو كويس يعني. بعد بقى ما غسلت وشي بيه طبعا رحت استخدمت المرطب ده من يورتشي بنسينول. حلو جدا للبشرة الدهنية والمختلطة، وخفيف كده يا بنات يعني على البشرة، ومش تقيل ومش بيسد المسام، فهو حلو جدا. وطبعا يا جماعة بقى رطبت شفايفي بأي لب بالم عندكم، بالذات في الشتاء أهم حاجة الترطيب. وطبعا سرحت شعري وبس. وبعد كده يعني ظبطت السرير وكده، يعني تقريبا خلصت المهام الصباحية كلها وكده خلاص. هنروح بقى هنفطر بقى ونروح المدرسة. بس برضو يا جماعة أهم حاجة اعملوها قبل ما تطلعوا من البيت، وهي ترطيب الإيدين. يعني استخدموا المرطب. أنا يا جماعة الكريم ده بتاع نيفيا سوفت، هو حجمه كبير قوي وحلو. بجد يا جماعة القوام بتاعه بجد هو يعني كويس جدا للشتاء. القوام بتاعه تقيل وحلو فيرطب حلو جدا. بس وكده خلاص احنا هنروح المدرسة بقى، واشوفكم اول ما نرجع. بصوا بقى يا جماعة، دلوقتي انا رجعت من المدرسة، غيرت هدومي وصلت الظهر واتغديت ونضفت البيت مع ماما وساعدتها يعني وكده. مصورتش طبعا التفاصيل كلها عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. هنبتدي على طول دلوقتي في المذاكرة. هبتدي مع مذاكرة نحو. المستر ده يا جماعة اسمه مستر أسامة أبو السعود. جماعة المستر ده حلو جدا جدا. انا حاطه لكم اسم القناه بتاعته، روحوا اتفرجوا معايا بجد يا جماعه. الشرح تحفه جدا. ده اللي هو الدرس بتاع ادوات الشرط الجازمه والغير جازمه، هو عاملهم الاتنين في فيديو واحد، وحل التدريبات كلهم في ساعه. وبجد يا جماعه بيشرح كل الحاجات الصعبة والتريكس والحاجات الصعبة اللي ممكن ما تبقاش فاهمينها، وكل ده على اليوتيوب. فبجد هو مستر تحفة يعني. الساعة بعد ما خلصت يعني سماع الدرس كانت 5:30. رحت بقى بدأت ان انا اذاكره لوحدي. اول يعني الاول صليت المغرب، بعد كده بدأت مذاكرة الدرس ده. وما خدش مني كتير، وحل الأسئلة برضه اتأكدت منها مع المستر. يعني ممكن يعني تحلوا تأكدوا معاه أو تذاكروا بقى يعني انتوا الدرس لوحدكم بعد ما تسمعوه. انا بقى بخطط على المعلومات المهمة هنا، وبقرأ الأمثلة المكتوبة في الجدول يعني وكده. لو في مثلا جزئيات مهمة مكتوبة أنا بقرأها لوحدها مثلا كده، بكتبها في ورقة. لو في حاجة مهمة مثلا حابة ألخصها، لو في حاجات في الدرس عايزة تحفظ بحفظها. وبعد كده يا جماعة بقى بخش على حل الأسئلة. أسئلة كتيرة جدا، المهم انتوا هتحلوها كلها وخلاص يعني. متسيبوش ولا سؤال، ممكن تقسموهم على مدار اليوم بس حاولوا تخلصوهم كلهم مرة واحدة. اتأكدوا بقى من الإجابات بتاعتكم من الكتاب أو مع المستر وهو بيشرح يعني حلو. وتأكدوا معايا في خلال الفيديو. كمان بقى استراحة مغرب كده سريعة هنا وبلس صلاة العشاء، أنا صليت العشاء واستريحت هنا وقلت سناك كده. سوداني يا جماعة، أنا بحب السوداني. وناس تستغرب يعني انتي طب يعني أي حاجة يا جماعة، انتوا ممكن تاكلوا فاكهة أو ممكن تاكلوا مثلا مكسرات أو أي حاجة. بس المهم حتى لا، لو انتوا ماكلتوش حاجة روحوا اشربوا مية، متمسكوش الموبايل، اتمشوا شوية، اي حاجه. يعني فكوا من الجو بتاع المذاكره عشان يبقى عندكم طاقه تكملوا. انا بحب السوداني صراحه، ويعني رحت قعدت كده 10 دقايق عشان اكمل. طبعا جماعه انتوا عارفين ان احنا يعني من اول السنه التقييمات مش بتخلص، وبالذات تقييمات الانجليش مش عارفه فيه ايه. انا بدأت طبعا احل في تقييمات الانجليش، كان عندي تقييمات واداء صفيه وانا كده.
ده الويك 7 لسن 2 بدأت أحل فيه طبعا عشان أخلصه. انتوا يا جماعة حاولوا ما تراكموش التقييمات عليكم، وفي نفس الوقت حلوها كلها عشان بيجي منها الأسئلة يا جماعة بتاعت امتحان الشهر بتاعت آخر السنة، فبجد حلوها كلها. لو في مثلا باراجراف أو كده في الإنجليش أو حاجة مقال في العربي أنا بكتبه في الكراسة عشان مش عارفة أكتبه طبعا هنا. زي ما قلت لكم حلوهم لأن بيجي منهم الامتحان، وبجد هتستفادوا منهم انتوا شخصيا أصلا. وزي ما قلت لكم برضو ما تراكموش عليكم، يعني حلوا كل يعني التقييم اول باول يعني ويوم بيوم عشان مفيش حاجه تتراكم عليكم. ما تنسوش يا جماعه كده تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان لو لسه يعني مش اشتركتوش من الاول انزلوا دلوقتي قبل ما تكملوا الفيديو. اشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان نستمر واعمل لكم فيديوهات اكتر. ولو عايزين اي فكره فيديو اكتبوها لي تحت في الكومنتات. جماعة انا بجد خلصت، انا بجد يعني مش مصدقة هنا ان انا خلصت الانجليش خلاص. ده كنت هعمله في الكراسة بقى عشان طبعا مفيش مكان اكتبه هنا. جماعة دلوقتي هنذاكر فرنش عشان ما يتراكمش معانا لاخر الترم زي كل سنة. احنا هنجتهد. انا يا جماعة بذاكر من كتاب برافو، طبعا المدرسة العربي ملهاش الفرنش، فلو انتوا عربي خلاص عادي مش هتذاكروا فرنش يعني. بجد انتوا محظوظين. المهم هقول لكم بقى كمان انا ازاي بذاكر فرنش. فدي يعني حاجة حلوة جدا. ممكن اول حاجة يا جماعة هتعملوها لو انتوا بتاخدوا درس، بعد ما ترجعوا من الدرس هتعملوا الخطوات دي. او لو بتسمعوا يعني من على اليوتيوب او كده مع حد معين، برضو لو بتسمعوه اكتبوا لي في الكومنتات تسمعوه مع مين. تمام. احفظوا كل الكلمات المذكرة والمؤنثة والجمع، واحفظوا يعني كل كلمة بالأداة بتاعتها. دي مثلا مفرد، دي مذكر، دي مؤنث، دي نكرة، دي معرفة. واستخدموا ألوان كده وأدوات مختلفة عشان تفتحوا نفسكم على المذاكرة. احفظوهم طبعا في كراسة بره. بحفظ يا جماعة كل حاجة. ويعني بجد هنا بقى الأفعال دي أسهل حاجة. أفعال المجموعة الأولى بنحسب في النهاية، يعني الحاجات دي ضامنينها في الامتحان. أما المجموعات التانية، المجموعة التانية والتالتة بحفظهم زي ما هي، التصريف زي ما هو عشان دي مش بيبقى فيها يعني زي المجموعة الأولى وكده. الحروف والتعبيرات دي بقرأها كده على السريع وخلاص، عشان برضو لو في حاجة مهمة برضو أبقى عرفتها، بس مش بأكد عليهم أوي صراحة يعني. وبعد كده بروح بقى على هنا في أجزاء المنزل. هو تقريبا الوحدة يعني بتتكلم عن البيت والأجزاء المنزل والأساس والحاجات كده. كاتب هنا الصالون وحجرة النوم وغرفة المعيشة وحاجات كده. وببتدي طبعا أكمل زي ما انتوا شايفين، وبحل ده برضو زي ما انتوا شايفين من فوق كده. وبعلم كده على الحاجات اللي أنا حفظتها يعني وقرأتها. ده الأساس المنزلي أو الحاجات الموجودة في البيت يعني. الأسئلة يا جماعة وازاي توصفوا البيت أو الوصف يعني عامة. وبس هنا يا جماعة كل الكلمات دي حفظ زي ما انتم شايفين ورا. بجد كمية أسئلة في الوحدة، يعني كمية أسئلة فظيعة. فأنا طبعا مش هحل الأسئلة كلها مرة واحدة، هقسمهم على كذا يوم. المهم ان انتوا تحلوا الأسئلة والتدريبات وتكتبوا الكلمات والأفعال عشان تفضلوا فاكرينهم. وبس دي طريقتي في الفرنش. وبس كده يا بنات، ده كان فيديو النهاردة. أتمنى حبايبي إنه يكون عجبكم واستفدتوا بيه. ولو عجبكم متنسوش تضغطوا لايك وتكتبوا لي كومنت لطيف وحلو منكم. وكمان يا جماعة اكتبوا لي أفكار للفيديوهات الجديدة. أي فكرة فيديو انتوا عايزيني أعمله اكتبوا لي في الكومنتات وأنا هعمله على طول. وبس كده، أشوفكم في فيديو جديد. باي.